لو عندنا قرحة في القدم بقالها كتير ما بتخفش، لازم ناخد بالنا. هي القرحة دي قرحة وردية، ولا قرحة بسبب داء السكري، ولا في تصلب في الشرايين هو السبب؟ كل سبب من دول ليه طريقة علاج مختلفة تماما عن التاني. مثال: لو عندنا تصلب في الشرايين يبقى ساعتها هنحتاج نروح لدكتور أوعية علشان يتعامل مع التصلب في الشرايين. اما لو كان في داء السكري هنحتاج نظبط السكر ونشوف هل في تصلب في الشرايين او في مشاكل تانية مع داء السكري ولا لا، وهل محتاجين تنظيف ولا لا. نحتاج مسحة لو كان في التهابات في الجرح. في تعامل كبير قوي مع الجزء لو كان السبب هي قرحة بسبب داء السكري. اما لو كانت بسبب انها قرحة وردية، ده بيكون في الاغلب فيه تمدد في الاوعية الدموية، في دوالي في الساقين. ساعتها هنحتاج ان احنا نروح لدكتور اوعية نعالج الدوالي اللي موجودة في الساق، وبعد كده نعالج القرحة. لان غير كده القرحة الوردية عمرها ما هتخف. فلازم نعالج السبب الخاص بالقرحة. في ناس بتقعد بالشهور وبالسنين والسبب حاجة بسيطة ممكن نعالجها، وإذا عرف السبب بطل العجب. وحاجة أخيرة بعد الشر عن الجميع، لو في قرحة قعدت أكتر من 3 شهور ما بتخفش، يفضل إن إحنا بناخد منها عينة مع الطبيب المعالج بتاعنا عشان خاطر نحللها، وبنعرف هل لا قدر الله اتحورت لأي حاجة تانية ولا هي لا زالت قرحة تحت البحث عن السبب ونعالجها. القرحة دي مجرد ما بنعالج السبب بتخف بطريقة سريعة جدا. شفاء العاجل لكل مرضانا، آمين.